ولكن مني غادي تمس ليا ولدي كونوا على يقين، كونوا على يقين اننا سنقيم الدنيا ولن تقعد. المتواضع انا دوز سنه بيضاء وما تدوزش علينا انت هذه المسوده وتدوزها دوز الدكاك على الاساتذه. اساتذه متقدمي السن، اساتذه متقاعدين تسال دماؤهم. واحد العداوه، الحمد لله العداوه غتكون غير معاك انت ومع وزارتك ومع حكومتك الا ما تدخلتش. The best TV. مساء الخير الإخوان والأخوات المحترمون والمحترمات. غادي نحاول باش ندخل مباشرة للموضوع، والموضوع ديال اليوم هو الموضوع ديال الأساتذة والمشكل الذي افتعله الوزير بن موسى. وكاين آراء مختلفة. أنا أقول أنا كمواطن مغربي مع الأستاذ وإلى جانب الأستاذ حتى تحقيق المطالب ديالو، حتى إسقاط هذه المسودة البئيسة التي تحاول خلق الفتنة والبلبلة. أنا اليوم فرحان لأنني أكثرية ديال التتبع ديال مواقع التواصل الاجتماعي كنشوف أن السي بن موسى لم يستطع أنه يدير واحد الشرخ، واحد العداوة ما بين التلميذ والأستاذ، كذلك ما بين التلميذ وأولياء الأمور. الحمد لله تفهموا الأساتذة، تفهموا الأولياء التلاميذ أن هذا المشكل راه ما جاوش الأساتذة وافتعلوه، جاو قلبوه بغاو يخرجوا. كاين واحد المسودة بئيسة كتطيح بالكرامة ديال الأستاذ وكتحط به كتحط بالقيمة ديالو، كتطيحها في الوحل. الأستاذ خصو يبقى معزز مكرم، وأنا ما زلت اليوم مازال أنا ما مستوعبش كيفاش أن السيد الوزير دار هذه المسودة، وكيف للسيد رئيس الحكومة المحترمة والحكومة أنها مخلية هذا السيد هذا يطبق هذه المسودة التي مجحفة. راه الإخوان أو الأخوات راه هاد الأساتذة ما كيهضروش على الفلوس، كيهضروا على واحد المسودة اللي غتاخدهم بزاف ديال الحقوق ديالهم، فنساعدوهم ونعاونوهم ونوقفوا معاهم. هذه محنة غدوز وسوف ينتصروا بإذن الله. الأستاذ إذا انتصر الأستاذ راه انتصر المواطن وانتصر التلميذ. ما تبقاوش تحجوا تقولوا الناس دوز. أنا حسب رأيي المتواضع أنا دوز سنة بيضاء وما تدوزش علينا أنت هذه المسودة وتدوزها دوز الدكاك على الأساتذة. هذا واحد الحيف كبير. الإخوان اليوم غنحاول ما نتكلمش بزاف، وأقل ما كاين هو أننا نديروا واحد الفيديو نآزروا الأستاذ، نقولوا له حنا معاك أستاذ والأساتذة والأستاذ. تحية الاحترام والتقدير للأساتذة المحترمون في جميع أنحاء المغرب. نحن معكم، ونحن تفطنا أن هنا كاين مسودة مندسة من أجل باش تحرم الأستاذ من حقوقه. وإلا ما كانش الأستاذ مرتاح كيفاش هذا التحفيز؟ واش تحفيز السيد الوزير؟ ولكن ما دمت في المغرب فلا تستغرب. الراجل كان في وزارة الداخلية وجا الوزارة دابا وجا لوزارة التعليم وبغى يطبق شي مسائل، مع احترامي وتقديري للوزارة الداخلية. المهم هذا السيد هذا الحمد لله ما استطعتيش انك دير واحد الشرخ وواحد العداوه. الحمد لله العداوه غتكون غير معاك انت ومع وزارتك ومع حكومتك الا ما تدخلش. اولا يحس في نفسي ان اكون خارج حجرتي الدراسيه واتواجد في الميدان واش غتتفرج بهذا الرجل كيخلق الفتنه والبلبله؟ واليوم غنعطيك جوج غنسمي معك السيد الوزير لتلاميذي، لكنني انا مضطره اقف هنا ودافع عن كرامتي ودافع عن كرامة كل أستاذ وأستاذة التي كلما قرأت بندا من بنود نظام المآسي إلا والدموع انهمرت من أعيني بكاء على مكانة الأستاذ التي تضيع شيئا فشيئا بعد كل إصلاح وهو ليس بإصلاح. واليوم نقف في هذا النظام المآسي الذي كان يجب أن يكون إصلاحا مشرفا مقدما ومتقدما، إذا به هو تراجعي يعود بنا إلى سنوات الظلام.
أنا أتذكر أستاذي بقامته الشامخة وكم كنت أحترمه وأتجنب حتى أن أدوس على ظله، فكيف بالأستاذ في عيده يوم 5 أكتوبر أساتذة متقدمي السن، أساتذة متقاعدين تسال دماؤهم، تسال دماؤهم. سوف أكتفي بهذا القدر السيد الوزير. لن أقول لك المحترم أنك لا تحترم الأستاذ، لأنك تسببت في جرح للأستاذ والأستاذة، فكل التضامن مع الأستاذ والأستاذة وجميعا من أجل إسقاط هذه المسودة. وغنسمعك السيد الوزير، لأن تقدر هذه المسودة اللي درتي تقدر تخلق بها واحد الفتنة في البلاد، غادي تكون انت السبب في قلق الفتنه. ونحن الدور ديالنا اننا ننبهوا، نحن ضد الفتنه وضد الفوضى، نحن ننبه، حنا كننبهوا، وقع ما عندناش مسؤوليه كننبهوك السيد الوزير. اقول لك الغير المحترم، لان لو كنت محترما لاحترمت الاستاذ. اليوم غننبهوك، كنقول لك هذه المسوده البائسه اللي غادي ديرها السيد الوزير غتحرم الاستاذ من الحقوق ديالو، ولا حرمتي الاستاذ من الحق ديالو، حرمتي المواطن وحرمتي التلميذ واجهدت على الجميع. سمع واحد المقتطف، واحد التدخل واحد المرأة مغربية محترمة، يمكن كتحقروا المرأة المغربية وكتشوفوها دايرة الدريرة وكتشوفوها ملتزمة وديه ودها للمدرسة، راه اللي ديروا المرأة المغربية ما يديروا حتى. سمع كيفاش المرأة قالت لك الا قصوا لها ولدها شنو غادي دير. سمع السيد الوزير. ونحن دائما ضد الفوضى وضد العنف وندعو للسلام، وكندعو ان الوزراء، وكنقولوا للسيد الرئيس المحترم عزيز اخنوش رئيس الحكومه انه يدارك ويزول الملف لهذا. انا اعتبر السي بن موسى يزولوا لهذا القاصر غير المسؤول، انا اعتبره قاصر وغير مسؤول، باش يبقى قابط ملف اللي قنبله بغى يخلق بها المشاكل والفوضى والشرخ ما بين الاستاذ وما بين التلميذ وما بين العائله ديالو الامهات والاباء. سمع واحد المقتطف. ولكن من اللي يا ولدي كونوا على يقين، اننا سنقيم الدنيا ولن تقعد. استثمارنا كيضيع، راه استثمارنا ماشي هو اللخوت وماشي هو الفيرمات، راه استثمارنا هو ولادنا، حنا مستقبلنا هو ولادنا، راه حنا سكتنا وهاد السكوت ديالنا ما كانش في صالحنا، حنا سكتنا حبا في هاد البلاد باش ما نعطيوش فرصه للاعداء يدخلوا بيناتنا، باش ما نعطيوش فرصه للاوباش، باش ما نعطيوش فرصه للمندسين والارهابيين. حنا وطنيين اكثر منك، واش انتم اللي تعلمونا الوطنيه والصبر الكاسفاد. ولا خرجنا ما بقيناش غادي نهضروا غير على الانقطاع المدرسه، غادي نهضروا على كل شيء. الماديه وحده، الا خرجنا غنهضروا على كل شيء. زيدوا في الراتب، لقاو حل وسط يرضي جميع الاطراف. اداء التلاميذ مع الاستاذ رغم الانفكاك السيد موسى. واقول لا للمساس باستثمارنا، لا للمساس بوليداتنا. جونا ديريكت لا بغيتو ترجعوها خاصه قولوها لينا. وانت ابن موسى الا كانوا وليداتك السنه ونقاي في الخارج فوليداتنا حنا الله المستقبل قدامهم. ولا خرجت مدينه اسفي. سوف اكتفي بهذا القدر. الا خرجنا ما غنهضروش غير على القرايه، غنهضروا على مطالب اخرى، فلتتحمل المسؤوليه السيد الوزير الغير المحترم. انا كنقول للسيد رئيس الحكومه المحترم السي عزيز اخنوش، لك واحد الوزير انا اعتبره وزير قاصر وما فهمش. القاصر انا عندي هو اللي ما كيعرفش كيدير، وغير مجرد كيدير قرارات عشوائيه اللي سوف تودي بهذا البلد لشي مسائل اللي لا تحمد عقباها. كيفاش اللي بغى يفهم يقرا المسوده اللي دار السي بن موسى. اما نقولوا لك السي لا تستحق، حتى بن موسى ما تستحقاش. قراو المسوده والاجحاف والعذاب والالم اللي بغى يديروا لهذا الاستاذ رغم المعاناه، وكيقول انه من اجل الصالح ديال الاستاذ. هذا الشيء واش ملي كنتي كدير هذه المسوده كنتيش في الوعي ديالك؟ في الرساله عطيناها لك بجوج استاذه تبكي
وام تلميذ كتقول لك اننا لا للمساس بالابن ديالنا، ونقول لك انك لن تستطيع باش دير واحد الشرح ما بين الاباء والاولياء التلاميذ وما بين التلميذ وما بين الاستاذ، فكلنا تضامنا مع الاستاذ. واقول للاساتذه فلتشمروا على ايديكم وتطالبوا بحقكم، وحنا معكم، وتحتاطوا من النقابات التي تتفاوض، فلتعتمدوا على التنسيقيات، لان لم نعد نثق في واحد العدد كبير ديال النقابات والاحزاب والبعض لا اعمم. فالنضال ديالكم هو اللي غيجيب لكم، وحنا معكم. وتحيه احترام وتقدير للاساتذه والاستاذات. ومره اخرى ما زال لنا الامل ان السيد رئيس الحكومه المحترم السي عزيز اخنوش يتدخل ويزول هذا الملف من يدي، وسمحوا لي على هذا المصطلح يقدر يكون قاصح شويه ولكن ما فيه لا سب ولا شتم، من يد واحد الوزير الذي اعتبره وزير قاصر في تفكيره وفي قراراته وفي كل المسائل اللي كيدير، التي يعتبر انها قرارات وهي قرارات عشوائيه. وزير التعليم بن موسى، اسميك بالاسم، انا اعتبرك وكنعتذر منك على هذا المصطلح، ويمكن يشاطروني الاخوان، انك قاصر في تفكيرك وقاصر في هذه المسوده البائسه والكئيبه اللي بغيتي تخلقها. والسؤال المطروح، واش حنا دابا محتاجين نطلبوا لنا هذه الفوضى؟ البلاد كتغلي والمازوت بالثمن والليسانس بالثمن، بطاطا بالثمن، حنا كنعيشوا معكم الويلات وزيدتونا هذا المشكل دابا ديال انك خلقتي. حنا لا نحمل المسؤوليه الاستاذ، هاد الاضرابات راه عندكم الكره. اسقاط هاد المسوده البائسه، وسمحوا الدراري يقراو وسمحوا الاستاذ يقراو وتحاوروا مزيان. اما التعنت سوف يودي بنا الى الهلاك، ولا نضت شي فوضى، فلتتحمل المسؤوليه السي بن موسى ومعك السي رئيس الحكومه الا ما تدخلش. شكرا لكم اخواني اخواتي، شكرا على التدخل. كان لازم باش نديروا واحد الفيديو باش نقولوا احتراما وتقديرا للاستاذ الاساتذه والاستاذات بجميع الالوان ديالهم والرتب ديالهم، ونقول لهم انكم ان شاء الله قريب النصر على هذا الوزير اللي كيخلق الفتنه والبلبله في البلاد بالقرارات ديالو العشوائيه الغير ملتزمه.